السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه مخلص الكلمة في مؤتمر الطاقة اللي منظماه جامعة سنغوا، وده مركز جامعة سنغوا اللي في اندونيسيا. النهاردة كانت بلينري توك. تمام، دي أول بلينري توك أديها في حياتي في الكارير بتاعي. يعني أديت قبل كده كينوت سبيكر في مؤتمرات كتير، ولكن دي أول مرة تبقى بلينري توك، المحاضرة الرئيسية بعد الافتتاح. طبعا أنا كنت نفسي في المناسبة دي اول حد اتصل بيه الحاج ابراهيم واشارك معاه الفرحه دي. يعني دي طبعا اتشيفمنت في الكارير بتاعي كبيره، مؤتمر كبير من الجامعه الاولى على مستوى العالم في الهندسه الكيميائيه تنظم مؤتمر زي كده وتبقى بلينري توك او محاضره رئيسيه فيه ده. فالحمد لله دي حاجه كبيره جدا. كان نفسي اكلم الحاج ابراهيم واقول له يا حاج ابراهيم، ولدك احمد اللي طالعين من المناجم، كنا بادين من تحت الصفر والظروف كانت صعبه على قد الحال، ورغم عن كده كان والدي شايف فيها حاجة كبيرة. يعني شايف انه في حاجة انت هتوصل لها في الوقت اللي ما كانش في حد بيصدق كده ولا الظروف تسمح بكده. يعني احنا كنا في مكان الكهرباء بتقطع من بعد المغرب، يعني الكهرباء بتقطع من بعد المغرب لحد تاني يوم الصبح. كان يجي يقعد معايا نولع البابور بتاع الإنارة علشان يقدر يذاكر معايا، ورغم انه كان بيبقى متعب من شغل المناجم والحفر والديناميت شغل المناجم صعب. فكان يقعد سهران معايا وهو ووالدتي ربنا يبارك لي في عمرها. فعايز اقول له البلينري توك دي انا غيرت اسمي على فكره، اسمي في الابحاث احمد اوسمان، بيكتبوا الاسم واسم الجد. ففي دي انا اصريت انه ابراهيم لازم يبقى موجود. يعني فابراهيم هتلقوه موجود في الاسم هنا، لانه انا حبيت اقول له يا حاج ابراهيم ده امتداد تعبك. تعبك لما كنت تيجي تصحيني ونتفرج على برنامج العلم والايمان، لما كنت تيجي تخلينا تقرا لنا قصص الانبياء، تحببنا في المذاكره، تعرفنا ان العلم بيوصل. هو فعلا والله يا والدي رحمه الله عليك يا طيب. وعزائي الوحيد ان انا بس هقابل الوالده واتصل عليها النهارده وافرحها بالخبر الكويس ده. بس انا هستنى طبعا لغايه ما تصحى، لانه دلوقتي اظن مصر بعدنا ب6 ساعات، فاكيد نايمين يعني. بس يا سيدي، فانا حبيت بس اشارككم اللحظه دي. ومن كان لنا في قلبه ود فليدعو لوالدي بالرحمة والمغفرة. والله أطيب قلب الحاج إبراهيم، يعني فعلا يعني كان قدوة مثل أعلى ليا. وفي كل مرحلة بوصل لها في حياتي هو بيبقى رقم واحد، هو الاسم الأول. اللي أنا حوريكم صورة المؤتمر لما تطلع إن شاء الله، وإن شاء الله يكونوا سجلوا الكلمة أنا في صورة المؤتمر كنت شايف الحاج إبراهيم والله. كنت شايف المفروض هو اللي يتكرم مش أنا يعني. رحمة الله عليه، واشوفكم على خير ان شاء الله. يلا السلام عليكم.